شعيب عليه الصلاة والسلام بعث بعد نبي الله لوط، فكان قومه وهم مدين كما سنذكر بإذن الله عز وجل قريبون زمانا وقريبون مكانا وقريبون حتى في صفاتهم من قوم لوط. فأما زمانهم فكان بعد قوم لوط مباشرة. ومن حيث المكان أيضا فإن قوم شعيب وهم مدين كانوا يسكنون في بلدة يقال لها معان، وهذه البلدة في بلاد الشام على الحدود المتاخمة مع أرض الحجاز، وكانت قريبة من قرى سدوم قرى قوم لوط. فقوم لوط كانوا قوما فجارا كفارا، كانوا سيئي الأخلاق، وكذلك قوم شعيب. شعيب عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى مدين، هذا الرجل اسمه مدين، وهو من ذرية نوح عليه السلام، وقيل هو من ذرية إبراهيم، والعلم عند الله عز وجل، ولكن إذا قيل بأنه عربي لزم أن يكون من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. سكنت هذه القبيلة التي تنتسب، قبيلة شعيب التي تنتسب لهذا الرجل مدين، سكنوا كما قلنا في هذه البلدة اسمها معان، فغلب اسم القبيلة على اسم البلدة، فأصبحت تسمى هذه البلدة أو هذه القرية بقرية مدين. كانوا هؤلاء من الأمور التي أنكرها عليهم نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام 3 أمور. الأمر الأول أنهم يعبدون غير الله تبارك وتعالى، وكانوا يعبدون الأيكة، والمقصود بالأيكة الشجر، شجرة من الأشجار الملتفة في أغصانها، نوع من أنواع الشجر، لجهلهم يعبدونها ويتبركون بها وينظرون لها. ثانيا أنهم كانوا يقطعون الطريق ويفسدون بين الناس، كانوا لا يسمحون، كانوا يقفون في طرقات الناس في طرق أسفارهم وذهابهم ومجيئهم، ولا يسمحون لأحد أن يجوز هذه المنطقة إلا بعد أن يأخذوا منه مالا. الأمر الثالث